شركة ستيلانتس بتوقف شغل الهيدروجين وبتركز على الكهرباء وبس. افتكروا الفيديو اللي عملته بشرح فيه الهيدروجين وبقول ان الفايدة بتاعته لا تذكر واضراره على المحرك كبيرة جدا، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. النهارده جروب ستيلانتس قرر توقف برنامج تطوير العربيات الهيدروجين عشان الشركة تركز على الحلول الأقرب للسوق والأوفر للزباين، والسبب هو التحديات اللي بتواجه وقود الهيدروجين، زي مثلا قلة محطات تعبئة في العالم، التكلفة العالية للمشروع، مفيش حوافز كافية تخلي الناس تقبل على عربيات الهيدروجين، وحاجة كمان الأضرار اللي بتسبب فيها الهيدروجين اللي هي أصلا أكبر من التوفير بتاعه واللي احنا اتكلمنا فيها في الفيديو. فبالتالي الشركة وقفت الأبحاث والإنتاج كله لأنها توقعت إن العربيات التجارية الخفيفة اللي بتشتغل بالهيدروجين مستحيل هتنتشر قبل 2030، واللي كان يفترض ان شغلها بالكامل يكون بالهيدروجين فقط بدون بنزين. ايه اللي هيحصل للموديلات الجديده؟ جيل البرو 1 اللي كان مفترض نزوله الصيف ده في فرنسا وبولندا للشاحنات اتلغى، وكلام المدير التنفيذي جان فيليب قال احنا بنحاول نلتزم بالقوانين البيئيه في اوروبا، لكن قرار وقف الهيدروجين هو قرار مسؤول عشان نوفر حلول عمليه اكتر. وكمان السوق دلوقتي عايز كهرباء وهايبرد، اما الهيدروجين مش هينفع حاليا. بالنسبه للمهندسين والعاملين في الشركه، الاداره قررت ان مفيش تسريح، لكن الفرق البحثيه هتشتغل على مشاريع تانية مبتكره بدل الهيدروجين. مصير شركه سيمبيو اللي هي الشريكه في الهيدروجين ستيلانتس بدات مفاوضات مع المساهمين عشان تضمن ان القرار ما ياثرش على مصالح الشركه دي. الخلاصه ستيلانتس بتبعد عن الهيدروجين علشان الواقع بيقول ان الكهرباء والهايبرد هم اللي مسيطرين الفتره اللي جايه. يبقى كده المعركه الفعليه في السوق هتكون بين البطاريات والبنزين، اما الهيدروجين فيمكن الجيل بتاعنا وجيل ولادنا كمان ما يلحقوهوش.